السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم اسهل والذ كلاص كيجي بارد ومنعش وكريمي. اهم حاجه غير 3 ديال المكونات وكنديروا كلشي في الخلاط. كنطحنوا المكونات ديالنا دقه وحده والكلاص ديالنا كيوجد. كيف ما كتشوفوا معايا غادي ندير 2 كيسان ديال التوت اللي ديجا كانوا في المجمد. في هذه الحاله هذه تقدروا ديروا اي فاكهه بغيتيو، يا الفريز يا البنان، يكفي انكم تدخلوه للفريغو يجمد وتستعملوه. هنايا غادي نزيد 2 ياغورت طبيعي، ضروري ما يكون كريمي. غادي نزيد ساشيه ديال لاموس ديال الفاني. في هذا الاثناء تقدروا تزيدوا 2 معالق كبارين ديال سكر كلاصي. انا ما درتش السكر. كيف ما كتشوفوا من بعد ما طحنت المكونات مزيان غادي نديرهم في واحد البواطه اللي غادي ندخلها المجمد. كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما خويت المكونات غادي ندخل يعني الكلاص ديالي المجمد، نخليه اقل حاجه 7 ديال السوايع. كيف ما كتشوفوا من بعد ما خليت الكلاص ديالي 7 ديال السوايع يعني ولا جامد، ويعني كيجي واحد الكلاص اللي كريمي ومتماسك. غادي نقدموه في كؤوس، تقدروا يعني تقدموه بالطريقه اللي بغيتيو نتوما. انا هنايا يعني قدمته في كؤوس وغادي نزينو بشويه ديال التوت كيف ما تلاحظوا معايا. كنتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو الا نالت اعجابكم انكم تجربوا الوصفه، وما تنساوش تخليوا لي لايك وتعليق، واللي ما مشتركش في القناه اشترك. والى فيديو قادم ان شاء الله.